السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم على قناة فؤاد تازا. هذه منذ أسبوع تقريبا اندلعت واحد الحرب طاحنة ما بين النظام الإيراني وما بين النظام الآخر، النظام الأزرق اللي هو معروف واللي موجود بالشرق الأوسط وعنده حدود مع لبنان، سوريا، مصر والأردن. هذه الحرب الطاحنة اللي هي حرب من نوع آخر، يعني ليس بحرب برية لتباعد المسافة بين هاتين الدولتين، بل هي حرب جوية استعملت فيها الطائرات والصواريخ باليستية خصوصا من إيران. الجانبين تكبدوا خسائر. شفنا هاد دولة الأزرق اللي كتعرفوها، وقع فيها تدمير في مساكن بما فيها عمارات للسكان بتل أبيب وبحيفا وبمناطق أخرى، إلى درجات بداو السكان ديالهم كيفروا إلى الملاجئ للاحتماء من الضربات الصاروخية لإيران. كذلك حتى إيران لقات واحد الضربة موجعة في اليوم الأول من الهجوم هاد الدولة، واللي كان فيها واحد الاختراق مخابراتي كبير جدا. تم فيها قتل عدد من علماء الذرة الإيرانيين، وقتل كذلك عدد مهم من الجيش الإيراني اللي كيتمثل في الحرس الجمهوري، منهم قيادة كبرى كرئيس الأركان، ومنهم كذلك جنرال كان يدرب مرتزقة البوليزاريو بالجزائر. كان هناك واحد الاختراق مخابراتي للموساد، كيتجلى منها واحد الاختراق عجيب من طرف جاسوسة كانت بإيران، وربطت علاقات مع خيرة وصفوة النظام الإيراني من علماء دين ومن ساسة في البرلمان أو حتى من العسكر. فكان هذه الجاسوسة اللي هي جات لإيران بصفتها أنها تعمل كإعلامية وصحفية، وتظاهرت أنها مسلمة شيعية وتريد أن تتعرف على التشيع، وتظاهرت بهذا الدين، وكان لها دور كبير ربما حتى في اغتيال الراحل إسماعيل هنية زعيم حركة حماس.
إذا الحرب لا زالت يعني مشتعلة ومستعرة لحد الآن، وخطورتها تتجلى بأن إيران تمتلك أسلحة نووية، لأن سبب نزاع هذه المعركة هو سببها الملف النووي. الخطورة ديالها كتجلى كذلك في حالة تدخل الإدارة الأمريكية في لمساندة هذه الدولة. لكن حنا اللي كيهمنا حنا في هذه الحرب هذه، واللي باغي نقوله، هو انقسام على الصعيد العربي، لأن هناك واحد الفئة اللي كتقول أننا خصنا ندعموا إيران ونكونوا معها لأنها دولة مسلمة، بما فيهم حتى داخل المغرب، اللي بدات كتصاعد واحد الأصوات اللي كتقول أننا خصنا نكونوا مع إيران وندعموا إيران لأنها دولة مسلمة. وهنا غادي نبغي نهضر على السي عبد الإله بن كيران، رئيس حزب العدالة والتنمية والرئيس السابق للحكومة بالمملكة المغربية، واللي كان عنده واحد الموقف غريب في دعمه لإيران، وباعتبارها أنه كما يقول هي دولة مسلمة وما كيجمعنا معها إلا الخير. وهنا أقول لعبد الإله بن كيران ولمن يسير على شاكلته أن إيران أولا ليست دولة مسلمة، وما كيجمعنا معها لا خير ولا هم يحزنون، بل العكس من ذلك. فمن ناحية العقيدة الإيرانية أنها تؤمن بالمذهب الاثنى عشري الجعفري الذي يكفر فيه الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وسائر الصحابة الآخرين. ثانيا أنها عقيدة شركية، تعبد هؤلاء الأئمة، منهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فهم يعبدون علي ويعبدون الحسين بن علي رضي الله عنه، ويعبدون فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير نساء العالمين. وعندهم كذلك بصفة عامة هي ديانة فاسدة وعقيدة يعني أشبه بالزندقة، يقننون الزنا باسم زواج المتعة إلى غير ذلك. هذه من ناحية العقيدة، كرد على دوك الناس اللي كيقولوا أن إيران هي دولة مسلمة. ثانيا من ناحية السياسية، فإيران معروف أنها قتلت ملايين المسلمين بسوريا ولبنان والعراق واليمن، وهجرت الملايين منهم، وكانت مدعمة للنظام السابق لبشار الأسد، النظام النصيري. إذن كذلك هي عدوة للمغرب، لأنها دعمت مرتزقة البوليزاريو، وبالدليل وهو سبب قطع المغرب للعلاقات الدبلوماسية مع إيران. إذن باش يجيو هاد الناس ويقولوا أننا ندعم إيران،
بأن مسلمة فهي غير مسلمة. وسبق المغرب في عهد المرحوم الحسن الثاني ملك المغرب فاش كفر النظام الإيراني مباشرة بعد صعود الثورة الخمينية 1979. وكاين واحد الفيديو معروف ومشهور اللي كيكفر به النظام الخميني. شكرا. صاحبنا السي الخميني اللي كفروا المغرب وهو ما تمشي شهر على المسؤولية ديالته، واللي كفرناه رسميا بفتوى العلماء هذه عامين، لأنه تيقول أن الإمام هو أقرب إلى الله من الملائكة المقربين ومن الرسل وحتى النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن فهذا النظام الإيراني ما عندنا به حتى علاقة لا خير سوى الشر، وكيتآمر على المملكة المغربية وحقد عليها لأنها كتمثل يعني السنة بإفريقيا، وعندها واحد الجانب الروحي مهم لإمارة المؤمنين، وكذلك هي الدولة العلوية يعني الحقيقية اللي عندها شجرة علوية تمتد إلى سيدنا علي بن أبي طالب. إذن هذا هو كان واحد الحقد إيراني كبير على المملكة المغربية. إذن باش يجيو هاد الناس هذو يقولوا حنا ما بيناتنا إلا الخير، فما كاين لا خير ولا استحمص، بل هي دولة عدوة للمغرب وللمسلمين وللعرب جميعا. فما يمكننا نقولوا إلا اللهم ضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا فيما بينهم سالمين. إذن شكرا لكم وإلى اللقاء.